مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. أنا لالش أقدم لكم نشرة موجزة لأهم الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. الاتحاد الوطني الكردستاني يقدم مشروعا للإصلاح في إقليم كردستان. تركيا ترفض تسليح حزب الاتحاد الديمقراطي. خفر السواحل اليونانية يعثرون على 300 لاجئ سوري في بحر إيجا. إلى التفاصيل. أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن تقديم مشروع إصلاحات جديدة تضم مصالحة جميع الأطراف السياسية، وبأقرب وقت يتم التحدث مع الأطراف السياسية لطرح الإصلاح. وأفاد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني سعيد أحمد لشبكة روداو الإعلامية قائلا: في الأيام القليلة القادمة سنعرض الإصلاح على الجهات السياسية. وأضاف أحمد: الاجتماع سيكون بخصوص المشاكل العالقة حاليا، وكمحاولة لإخماد الوضع بعد التظاهرات التي جرت في السليمانية في الشهر الماضي والمناوشات الإعلامية بين الجهات السياسية، قام الحزب الديمقراطي الكردستاني بإيقاف التصريحات الإعلامية على حزب التغيير. من جانبه وصف حزب التغيير ذلك بالخطوة الإيجابية. أكد رئيس الوزراء التركي داوود أوغلو لشبكة CNN الأمريكية أن ما يقال حول رفض تركيا لتسليح الأكراد في سوريا بمواجهة داعش ليس صحيحاً. وأشار أوغلو إلى أن أنقرة ترفض تسليح حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره أحد أجنحة حزب العمال الكردستاني. وأضاف أن القوى الكردية ليست الوحيدة التي تقاتل داعش، وإنما هناك أيضاً الجيش السوري الحر الذي يمكن تقديم السلاح له. وذكر رئيس الوزراء التركي بأن بلاده سمحت لمقاتلي البيشمركة الأكراد بعبور أراضيها للوصول إلى كوباني السورية ومقاتلة داعش فيها، مضيفا أنه إذا أرادت أمريكا تسليح المقاتلين الأكراد على الأرض ضد داعش فنحن على استعداد لذلك، ولكننا نرفض تسليح حزب العمال. أعلنت المفوضية الأوروبية التي تشرف على مساعي تركيا المتعثرة منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إنه يتحتم على تركيا تهدئة العنف المتصاعد في البلاد والسعي لإحلال السلام مع الكرد ومعالجة حرية الصحافة واستقلال القضاء. وقال يوهانس هان المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي للبرلمان الأوروبي: تأمل المفوضية أن ينتهي تصاعد العنف في تركيا وأن تعود المفاوضات بشأن التوصل لحل دائم للقضية الكردية. وأضاف هان: بعد أن أصدر التقرير السنوي للمفوضية بشأن تركيا خلال عام المنصرم، أثرت أوجه قصور كبيرة على استقلال القضاء وكذلك على حرية التجمع وحرية الرأي، وعلى الأخص فيما يتعلق بتزايد الضغط على الصحفيين وترهيبهم. أعلن خفر السواحل اليوناني الاثنين أنهم عثروا على أكثر من 300 لاجئ مختبئين في يخت قبالة جزيرة ليسبوس في بحر إيجا، وبالتحديد قبالة السواحل التركية. وقال المصدر أن خفر السواحل أنقذوا 345 لاجئا لم يعلن عن جنسياتهم على متن اليخت بالقرب من شاطئ تسونيا بشمال شرق ليسبوس، مضيفا أن أحدا لم ينقل إلى المستشفى. وأوضحت وسائل الإعلام اليونانية أن كل مهاجر دفع حوالي 3000 يورو للمهربين لنقلهم إلى ليسبوس. وحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن حوالي 800 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا بحرا هذا العام، وأن الجزر اليونانية وخصوصا ليسبوس القريبة من تركيا هي نقطة انطلاق لأكثر من 80% منهم، ولقي حوالي 500 مهاجر منهم حتفهم في بحر إيجا. مستمعي هيفي اف ام، انتهت النشرة الموجزة، قدمتها لكم أنا لالش. نشكركم على حسن الاستماع ودمتم بخير.